شلونكم شباب؟ اليوم جبت لكم مقطع مختلف كليا. اليوم راح نبني كيس، والكيس اللي ويانا اليوم حتكون من شركة ديب كول. طبعا الرمز مالته هو CG 530 WH اللي يرمز الوايت، لان اليوم الحاسب اللي راح نبنيها هي باللون الابيض. فصراحة يعني احسن طريقة شفتها انه تفتحون الكيس انه تقلبوه هيجي على مود يطلع، لكن ابد لا تسوون مثلي هنا زين لان ما طلعت. هسه شوي راح احكي لكم عن شكل الكيس ومميزاته والتبريد والسعر وكل القطع هم انا راح اذكرهم بالتفصيل لكم. الكيس هياتها يا ولد، طبعا بها 2 بانل من زجاج، وهنا هم مكتوب شركة ديب كول. طبعا احب اشكر شركة ديب كول لان هي اللي دزت هاي الكيس الي. من هنا وراها اكو فراغين على مود التبريد مال 3 بانكات، وهمين الباور سبلاي هنا مكان المذر بورد ومكان الباور سبلاي همينه. وطبعا الكيس يجي وياها 4 مراوح RGB. فبدون اي تاخير يا ولد خل نفتح الكيس من ورا على مود نبدي بالبناء مال القطع. المذر بورد يجي وياها براغي، لكن معظم البراغي تجي اصلا من الكيس. طبعا يا ولد احب اشكر مليون روزز لان هو حاليا واقف ورا الكاميرا دا يساعدني بالتصوير، وهم يساعدني هوايه باختيار القطع، فشكرا عمو مليون. دائما خلوا بالكم من تشترون شيء جديد خاصه من يكون الكتروني، تشيلون هاي الملصقات لان ابدا مو زينه الجهاز الالكتروني مالتكم. وبصراحه اني اذا تريدون نصيحتي ستيكر المراوح عوفوهم للاخير، لان انا بالنسبه لي صارت كلها بصمات اللي ما سويتهم. اوكي ولد هسه راح نركب المذر بورد. وبالنسبه للمذر بورد مالتنا انا رحت ويا ايسوس برايم BS 150 بلس نسخه الواي فاي يا ولد، لانه بصراحه يمي نسخه بدون واي فاي كانت اغلى من نسخه الواي فاي، فقلت ليش لا شيء زياده بسعر ارخص، فمن هيك شيء اخذت هاي المذر بورد وهم لونها ابيض فليش لا. بالنسبه للمعالج مالتنا انا رحت ويا AMD رايزن 5 9600X 6 كور 12 ثريد. اعتقد هذا المعالج هو احسن معالج للسعر وهمنا للاداء، وهمنا اخذ الشغله زياده مالته اللي هو سكيور فريم مالته يولد. فايش سويت بالمذر بورد هسه شوي راح اشوفكم ان اني شلت الماونت مالته الاصلي مال CPU مال المعالج، وخليت شيء زياده تقريبا كان $10 كندي، يعني تقريبا تجي $7 امريكي. فهذا الشيء راح يخلي التبريد مالتك اذا كان هوائي او مائي ما تفرق، لكن حيخلي التبريد مالتك يشتغل بطريقه افضل. قرب لنا لك هذا منو شاده؟ يقدر نفتح هاي القطعة اللي ما شوفناها لكم زين. هاي أول مرة ننزع هاي البليتة. صح لنا؟ احنا دائما نستعمل رايزن يا ولد، مو رايزن انتل عفوا، ايه. ونبقي هذا شو اسمه البراكت، بس هالمرة شلناه هذا. اوكي نخليه هنا زين. اويلي تشوفون شكله يا ولد شلونه؟ هاي الفراغات كلها يدخل بيها ثيرمال بيست. فهاي القطعة راح تقعد فوقها على مود شنو؟ على مود ما تخلي المعجون الحراري ينزل بهاي الفراغات. بس علقة يا ولد طبعا هاي قبل كان هنا كلها مثل اشواك. ايه. بس هم زين هسه غيروا السيستم ايه مالتهم احسن، صار كله لمس زين. شلون نركب اكس؟ لحظة شد على شد باوع. شوف اول شيء هنا تبوع الزوايا اكو زاويه واحده عليها سهم ذهبي زين. زين. هنا على المذر بورد اكو هنا هم زاويه اكو سهم تشوفون هنا هذا السهم ذهبي. فشنو تسوي؟ هسه حاليا ببطء كلش زين، يعني على اقل من مهلك. شوفوا هسه ركب واحده يوت تشوفون اوكي ما يتحرك بده يروح لاي مكان زين. السهم ما يروح لاي مكان زين. يولد هنا همين اكو سهم، فتذكروا السهم مالتنا وين كان؟ فوق على اليسار. ايوه هذا من فوق على اليسار. يلا بسم الله نركبه. الله شوف هاي اول مره احنا نركب هاي القطعه. اي بس والله شكلها اسطوري هيك صار. اي والله. يعني هسه حاليا تشوفون هسه هذا المكان مال التبريد زين، بس هسه حاليا صار عندنا مكان اكثر للتبريد لان هذا كله الومنيوم، والالومنيوم دائما يكون بارد، فهسه حاليا التبريد مالته حيكون احسن، يعني درجتين. اي. وللرامات يا ولد انا اخذت DDR5 من شركه تيم جروب، ستيكين كل واحد 16 جيجا بسرعه 6000 ميجا هرتز، فكلش كافيات لهذا البولت، وهم لونها ابيض. هاي الرامات وهذا اسمهم. تضغط عليها لحد ما تسمع الكليك. اوكي. يا سلام يا الله. تسمع صوت
اوكي هسه هذول ضبطوا، ما تحتاج اكثر من 2. وبالنسبة للجي بي يو يا ولد اللي هو آخر قطع ويانا، رحنا ويا ايسوس برايم جي فورس ار تي اكس 5070 12 جيجا بايت دي دي ار 7. تقريبا هاي القطعة الوحيدة اللي ما كانت باللون الابيض، لكن ما راح تفرق من كل ار جي بي يشتغل. ورا ما ركبنا المذر بورد راح نفتح الواتر كولينج يا ولد اللي هو التبريد المائي، اللي هو همنا من شركه ديب كول، وهمنا رمز مالته دبليو اتش اللي يعني وايت، لان البناء مالتنا كله راح يكون ابيض. طبعا التبريد المائي مالتنا هو همنا 3 بنكات، كنت اقدر اخذ البنكتين لكن الكيس تقبل 3 بنكات فاني رحت بال3 بنكات. من تفتحون تبريد مائي راح تشوفون هواية براغي هواية شغلات، لكن لا ترتبكون لان كل شيء مرسوم قدامكم بالكتالوج. وهسه همنا راح نفتح الباور سبلاي اللي اجانا همنا من شركة ديب كول، اللي رمز مالته هو PN 850M WH. اهم شيء WH يا ولد لانه النسخة البيضة هاي. بصراحة انا كنت متوقع اللون الابيض حيكون بس الكيبلات، لكن هنا اني صدمت لان الباور سبلاي همين اللون مالته ابيض، اصلا ماكو شيء بالباور سبلاي اسود، حتى البانكا بيضة، الفيشات كلهم بيض، والاهم شيء الوايرات باللون الابيض همينه. وطبعا جدير بالذكر انه الباور سبلاي 150 واط وهمينه فولي مودولار. يعني شنو؟ يعني اي كيبل تريدوه حتكنكون هذا الكيبل بس، والكيبلات اللي ما تريدوهم ما تسوون خربطه بالكيس وتبقوهم برا. فالكيبلات اللي راح نستعملهم 24 بين على مود المذر بورد، وهنا الكيبل 650 واط على مود الجي بي يو، وهنا الكيبل مال مذر بورد، وهاي الفيشه همينه مال اس اس دي. فاول شيء راح نكنكهم كلهم يا ولد بالباور سبلاي قبل لا نخليه بالكيس على مود يكون اسهل لنا. ومثل ما تشوفون قدامكم انا بس دا اكنك هاي الكيبلات، والكيبلات الثانيه اللي على اليمين حبقيهم برا بدون ما اكنكهم. وهنا يا ولد انا ما كنت اعرف شلون ينصبون التبريد المائي، لكن عرفت شلون. وطبعا ما يحتاج تشترون معجون اللي هو ثيرمال بيست، معجون حراري، لان هو اصلا يجي مركب بيها، لكن دير بالكم لا تطوخون بيه بصبعه. وهنا انا اكتشفت مشكله كبيره، انه الكيس صح بيها 4 بنكات، لكن هاي 3 بنكات مخلينها بالعكس على مود تطلع هواء، بس احنا نريد هاي البنكات تدخل هواء يا ولد، على مود الكيس يكون بيها بنكات تدخل هواء اكثر من البنكات اللي جات تطلع هواء. فبدلنا الاماكن مالتهم، وهم انا شفت الجماليه مال هاي البنكات احلى، فقلت ليش ما استعملهم واخليهم هم بالتبريد المائي. فركبنا التبريد المائي يا ولد، ركبنا المذر بورد، وهسه حاليا بدنا نركب الباور سبلاي. زين طبعا ما يحتاج بس 4 براغي، واحنا تقريبا هسه حاليا خلصنا، بس باقينا ترتيب شويه وايرات ونكنك الوايرات وخلص. واخيرا دور الجي بي يو، تقريبا هذا اسهل شيء حيكون، انه بس تشوف مكان الجي بي يو وين راح يجي بالكيس على مود تطلع هاي الشغلات. وانا بالنسبه لي هاي الكيس لازم اشيل 3 براغي، لان هسه شوي راح اشوفكم شنو اشتريت شيء زياده للجي بي يو مالتي. طبعا اشتريت هاي القطعة ابدا ما تجي ويا الجي بي يو ولا ويا الكيس، لكن هاي القطعة تخلي الجي بي يو مالتك او الجرافيك كارت مالتك ما يصير بيها تدني لتحت. طبعا الشكل الحاسبة هو النهائي هو هذا. الجي بي يو جوا السبورت مالته 3 بنكات لي قدام تدخل هواء، 3 بنكات لي جوا داخل هواء، والبنكات الفوق مال التبريد المائي راح تطلع هواء، واكو عندنا بنك واحدة زيادة هنا من ايدي على اليسار هم نطلع هواء. طبعا بنكات الجوا هم راح يجي وقت واطورهم اسويهم هم بيض، لكن حاليا بس هالبنكات اللي كانت جوا ايدي. اوكي نقول يا الله بسم الله، راح نشغلها لاول مرة الحاسبة ونقول يا الله بدأت تشتغل.
والحمد لله اشتغلت يا ولد. وصراحة ما كنت اتوقع هيك راح يكون الالوان مالتها كلش حلوات. هم اكو فوق زر اتبدل بيه الوان الحاسبة او الوان البنكات. طبعا انا كلهم كنكتهم فيشة وحدة لان كان عندي سبلتر او تقاطع، فكلهم اقدر ابدلهم بضغطة زر وحدة. طبعا يا ولد انا بالنسبة لي بنيت اكثر من حاسبة بحياتي، فاللي تعلمته انه هاي النايلون اللي هسه انا دا انزعه ابد لا تشيله بالحاسبة جاي تشتغل، لان يصير ستاتيك بالحاسبة واكو فرصة انه تسوي شحنات وتخرب لك القطع مالتك. طبعا احب اشكر شركة ديب كول لان هي اللي دزت الكيس والتبريد المائي وهم من الباور سبلاي. ولنا ما وصلنا للنهاية يا ولد، راح نكنك هاي الحاسبة يمي ونجربها بكم لعبة، وهمين اشوفكم تعاون همين صار ويايا عن من ماوس وهمين من كيبورد. اول شي ويانا يا ولد عندنا ماوس من شركة رويال كلوج. الماوس همين ابيض نفس ثيم الكيس، فهذا الشيء همين كل زين. الواير همين ابيض وهاي الريسيفر مالته. طبعا الماوس بسرعة 8000 بولينج يا ولد، فاسرع من الرياكشن البشري. وهنا بهاي الشنطة راح تشوفون كيبورد سعره تقريبا $400 من شركة اي كيو نيكس. محتويات الشنطة فرشة لتنظيف الكيبورد لان الكيبورد كلش راقي زين. وهاي على مود تشيلون الازرار مال الكيبورد. الكيبورد طبعا هو اسود لكن لون الكيبورد ما يهم يا ولد، لان ورا ما اشغله لكم راح تشوفون ليش اخترت هذا الكيبورد. انا كنكتب الحاسي مالتي مثل ما تشوفون الار جي بي مالته اصلا اللون الاسود ما يبين، فبس تبين الار جي بي يا ولد زين. فاحب اشكر شركه ديب كول وشركه اي كيو نيكس وهم شركه رويال كلوج لانه ساعدتني وساعدت هذا المقطع يصير. وبس على ما تعرفون سرعه الكيبورد ايش قد سريعه تابع هاي اللقطه. اوكي يا ولد، بما انه خلصنا من تجميعة الكيس وشوفتكم الكيبورد والماوس همينا، فهسه خلينا نجي على التشكيله مال القطع وايش قد كلفتني. اول شيء المذر بورد ايسوس برايم بيست 150، وهذا هو المعالج السي بي يو. الرامات هم هذولا. وطبعا انا اشتريت هاي القطعه زياده اللي ما يحتاج انتم تشتروها، لكن انا اشتريتها على مود التبريد يشتغل بطريقه افضل. هنا همين عندنا هذا الماونت مال الجي بي يو على مود الجي بي يو لا يخرب بمرور الوقت وينزل لي جوا. وهنا انا القطعه الجباره الجي بي يو الجرافيكس كارد ايسوس برايم ار تي اكس 5070، السعر مالته هي قدامكم. واكيد ما ننسى التبريد المائي من شركه ديب كول، والكيس الاسطوريه، وهمنا الباور سبلاي الاسطوري همنا من شركه ديب كول. طبعا راح اخلي لكم بوصف هذا المقطع رابط التبريد المائي للكيس والباور سبلاي والماوس وهمنا الكيبورد، فاذا تحبون تشوفوهم اضغطوا على الرابط بالوصف. واكيد شلون انساكم انتم، شكرا زينا لكم لانه شاهدتوا المقطع من بدايته لنهايته. وكتبوا جوا بالتعليقات اذا تحبون تشوفون هيك مقاطع بالمستقبل بعيد عن الجيمنج. احب اقرا تعليقاتكم، راح نعطيكم همنا قلوب على تعليقاتكم. لنا وصلنا نهايه المقطع. كان معكم اخوك ميكس، راح اوفكم ويا جيم بلايات انا صورتها بالعاب مختلفه منهم كاونتر سترايك وريد ديد ريدمشن وهمنا ريزنت ايفل. فاتمنى لكم مشاهده ممتعه.
Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. 3 nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left, and stay low, both of you. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks Arthur. dying on the Arthur, trail. we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a body cans of food in the wagon. or something. I hear you. Just Gentlemen. keep your... More of them! It's an ambush! Sorry, boy. We got here first. Watch out. One up top in the window. Bastards, you're dead now! We've got a runner! See him, Arthur? He won't last out there by himself. They could do nothing to assuage my years of loneliness. You're not capable of real This love. is how you end adventures. To ensure I never see your face, I will